السلام عليكم. الاسم ديالي عفاف والسن 24 سنة، واليوم غادي نقول لكم كيفاش نقاشة قلبت لي حياتي. غادي نسبق ونقول الناس حجر وطوب، والصراحة تعاملت مع بزاف د النقاشات الله يعمرها دار، ولكن هذه بالضبط جابت لي التمام. من بعد ما كملت قرايتي وشديت الباك سهل الله وخدمت في واحد الاوتيل كان في مدينة مراكش، وتما غادي نتعرف على الزوج ديالي، ودوزنا واحد المدة قصيرة في الفترة ديال الخطوبة. من بعد تزوجنا وسكنت مع دارهم، كانوا هما في البرطمة لتحت وانا في البرطمة الفوق، وصراحة علاقتي معهم كانت مزيانة بزاف ولله الحمد. الزوج ديالي كان متفتح ووسيم، وصراحة اللي شافته كان كيعجبها. زيد بالزيد خدمته زوينة، يعني كاع الاوصاف اللي تمناها شي وحدة كاينة فيه. صراحة كنا عايشين احسن عيشة، ودارهم كانوا حاسبيني وحدة منهم. حتى لواحد النهار اللي غادي تخطب فيه الاخت ديالو اللي هي لوستي، كانت هي الصغيره في الويساتي، وهي اللي كانت باقا ما تزوجاتش، هي اللي كانت مازال صغيره في الدار. ايوا راكم عارفين الصغير في الدار كيكون مخنت بزاف. بقينا كنوجدو ونعاودو للخطوبه، فصلنا وخيطنا وقدينا الحلاوي، جبنا كل شيء حتى بقات لينا غير الحنه. ناضت واحد عمه الزوج ديالي قالت ليهم راه ساكنه حدايا واحد البنت كدير الحنه، وراها معلمه وباقا صغيره ومسكينه ما فحالتهمش، وهي اللي خدامه على دارهم وهي اللي كتصرف على راسها، ما فيها باس الا تعاوننا معها. وفعلا الغد ليه جبناها ونقشات لخالتي اللي هي عكوزتي واختها وعمة راجلي والعروسه وخواتاتها. المهم كل شيء نقش، وانا اللي كنت مقابله الكاسكروط، وانا اللي كنت اخر وحده غادي نقش. كان فات المغرب وقلت ليها من الاحسن نطلعوا للفوق لداري ونقش، يعني غادي نقش هنا وعاد نجي نطلع غادي تخسر ليا الحنه، من الاحسن نطلعوا للفوق ونقش. تما غادي يجيني الحال قريب باش نعس وداكشي اللي خاصني. المهم طلعنا وبقات كتشوف وعجبتها البرطمه، وقالت لي عفاف دارك زوينه. مهم بدات كتنقش ليا ومجمعين، وصراحه عجباتني وجاتني درويشه بزاف. بقينا هضره كتجبد هضره حتى سالت ليا رجليا وبغات تحني ليا اليدين، وهي تقول لي عفاف كي غادي ديري تعشاي؟ وانا نقول لها معليش دابا يجي الزوج ديالي ويعشيني. وهي تقول لي ايوا مزيان صافي شويه، ها هو تا هو جا دخل وجاب مع داكشي اللي قسم الله من عند عكوستي، والسيده غير شافته وهما يخرجوا عينيها. قالت لي واش هذا هو راجلك؟ تبارك الله. المهم هو مشى حتى داكشي اللي جا في الكوزينه، وهي تقول لي ايوا يا عفاف انت اللي تقولي تزوجتي. ايوا وانا نبدا على نيتي كنعاود ليها. ايوا بقيت بحال شي هبيله كنعاود ليها كيفاش كيعاملني هو ودارهم وكيفاش تلاقينا وكل شيء على نيتي، وهي غير كتسمع. المهم دازت الخطبه قبل رمضان، ومور العيد كان العرس. ايوا وصل الوقت ديال العرس وجدنا عاوتاني كل شيء، حتى خصتنا غير نقاشه وحنا نعيطوا عليها. هي كانت سميتها فاطمه، جات نقشت ليهم كاملين كيف الاول حتى بقيت غير انا، وهي تقول لي يلا نطلعوا للفوق عندك ونقش لك في دارك. وفعلا طلعنا، ولاحظت فيها جبدت شي حنه وحده اخرى ماشي هذيك باش حنت ليهم، كانت مخلطاها. المهم ناضيه ومقاده. سولتها علاش؟ قالت لي هذه حنه بلديه ماشي ديال الحانوت، غير ثقي فيا يا عفاف غادي تطلع لك الحنه كتحمق. جبتها غير على ودك، وانا على نيتي بقيت كنشكر فيها. وصراحه دورت معاها مزيان ملي سالت ليا. ايوا قبل ما تخرج تمشي في حالها قالت لي عافاك بغيت نمشي للطواليت. دخلت ليها شويه وخرجت دغيا دغيا مشات زربانه، ما جلساتش زعما كيما بحال الموالفه في المره اللي فايتت تعشى. الغد ليه ديال العرس عيطنا ليها على ود العروسه تنقش ليها، ما جاتش، صيفطت لينا غير صاحبتها وقالت بلي الام ديالها عيانه بزاف. المهم دازت ليله د العرس وكل شيء داز مزيان، ولكن من بعد لاحظت بلي مالين الدار كاملين مشات ليهم الحنه بالماء والشقه، وبدات الحنه كتبهات ليهم، الا انا صبغات كثر من القياس، ولات كحله. يدي ورجلي كنت كنحس بهم مره مره كيتنملوا عليا، ولكن ما عرفتش علاش. واخا حكيتها في الحمام والو. بعد مده قصيره لاحظت ان الزوج ديالي تبدل معايا بزاف في التعامل ديالو والتصرفات، وما بقاش طبيعي، ولا كينهض فيا بزاف. كلمه جوج كنتناقشوا
كنتناقشوا انا وياه ويدور فيا، يمشي يبات عند عكوزتي 3 ايام و4 وما يبقاش يدوي معايا. المهم ديما في الصداع والغوات، ولا كيعايرني بالهيشه الغوله. الصراحه ما بقيت فاهمه والو. السيد اللي كان مهلي فيا وكيعيط ليا فيفي، ولا يهزني ويحطني بالغوله. هو بقى هكاك حتى ما بقاش كيطلع للدار كاع بمره، كيبقى غير عند مو. وتا هي ما بقات فاهمه والو، كتعيا تهضر معاه وتقولها ليه، حدو كيجاوبها ما بقيتش كنحملها. اما ديك الحنه ما تحيداتش ليا طبيعي بحال الناس. تقشرات في واحد النهار وطارت في خطره ما فهمت والو بوحدها، ويدي ورجلي كما قلت لكم ديما منملين عليا. واخا جا الصيف كنحس ديما بالبروده بحال مخشيه في المجامد. صراحه الله نعاسي ما هو نعاس، ما كلتي ما بقات ماكله. غير كنحط راسي كيبداو الكوابيس، وكنشوف العقارب والفاعي والكلاب كحلين. كنبقى نسمع الماء مطلوق في الطواليت، فاش كنمشي ما كنلقى والو. كنسمع التقرقيب في الكوزينه والضحك في الصالون. كنكون واقفه حتى كنحس بشي حاجه كتجري من ورايا، ولا كتنفس فوق راسي. واحد المره كنت ناعسه حتى وقفت عليا واحد المره خايبه بزاف. قفزت من بلاصتي وبديت كنقرا القران وكنشوف خيالها حتى دخلت الطواليت. بغيت نغوت، حسيت بصوتي مشى شويه، حسيت بالما تجهد في الطواليت وبحال طرطقات شي حاجه. عاد قدرت نغوت، ومن بعد غيب واحد شي شويه غيبت، ما عقلتش على راسي. فقت لقيت عجوزتي وشيخي واقفين عليا. شيخي كيقرا القران، كنت كنبكي وعاودت ليهم شنو شفت، وحسيت بهم ما تاقوش بيا. جاب ليهم الله بحال كنكذب عليهم، حيت هما اصلا ما كيامنوش بهذا الشيء. عارفين الجن كاين ولكن كيقولوا ما كنضروهمش زعما باش يضرونا اولا نشوفوهم باش يشوفونا. مهم بقيت مع جوستي وطلبتها باش نهبط معاها لدارها، ولكن غير هبط الزوج ديالي طلع مباشره، ما كيعمرش فين انا كاينه. والغريب في الامر ما بقيت كنحس بوالو لتحت. في الدار عندهم ما كنحس بتا شي حاجه، بحال كنكذب. وهنا الزوج ديالي فاش غادي يطلع للدار الفوق غادي تبداو عنده المعاناه، وحتى هو ولا كيسمع اصوات والتقرقيب، ولا كيتخيل نفس المراه اللي قلت لكم في الاول، ولا كيحلم شي احلام تقريبا نفس الاحلام اللي كنت كنحلم. بقى هكاك حتى لواحد الليله غادي توقف عليه ديك المراه، وناض ما قالها حتى لشي واحد. جمع باليستو زاد مع الطريق سافر. فين مشى الله اعلم، يمكن ما رضاش يقول لينا بلي تخلع، حيت هادشي عرفناه من بعد. وفي نفس النهار اللي سافره فيه الزوج ديالي غادي تجيني رساله على الفيسبوك من النقاشه، كتسول فيا وكتطمن عليا. وانا على نيتي نعاود لها كلشي داكشي اللي واقع معايا شنو طرالي، وبلي الزوج ديالي تبدل معايا وما بقاش كيف كان، وبلي كرهني وسافر ما عرفتوش فين مشى. وهي تقول لي بلي راه يمكن شي سحر هذا كان غادي يدار العروسه نهار العرس، وهو يشد فيك انتي، حيت العروسه كانت كتبدل عندك اللباسي. وانا على نيتي تيقتها، وانا نسولها ايوا يا فاطمه يا اختي غير عتقيني اشنو غادي ندير. وهي تقول لي ايوا انتي عزيزه عليا عفاف وراكي بحال اختي، راه عندي واحد الماء ديال الرقيه في الدار وشي فاسوخ ديال الحج، نعطيه لك رشي به الدار وبخريها وغيتبطل كل شيء. وصراحه انا عمري عرفت داك الشيء عليها باش انا تيقتها، وقلت ليها عافاك اختي غير عتقيني وجيبيهم لي. الغد ليه مع الصباح جابتهم دغيا دغيا، حطاتهم لي في الدار ومشات. ما بغاتش حتى تدخل، ما بغاتش تدخل للدار نهائيا. وقالت لي بلي ديري هادشي منين تكوني بوحدك وما تشوفكش عجوزتك، اولا تعرف اولا شي حد يسيق الخبار. ايوا داكشي اللي درت، خليت عجوزتي حتى نعسات وطلعت للدار، واخا قلبي كان مزير عليا. رشيت داك الماء في الدار كامله وطلقت داك البخور، كانت ريحته صراحه خانزه بزاف. وبقيت كنبخر وكنقرا القران حتى ما عقلتش على راسي. الصباح لقيت عجوزتي عند راسي، مع فقت بديت كنغوت وهي كتخاصم وكتقول لي ما كناش عارفين كديري هادشي، اش داك لشي بخور، واش داك بغيتي تخرجي علينا وعلى راسك؟ ها الولد هز راسو ما عرفناه فين مشى. ايوا جا حتى شيخي كيخاصم وعيط على دارنا، قال لهم اجيو تسمعوا واجيو تشوفوا. مع دارنا كانوا قراب، جاو في نفس النهار. جات ماما عاودت ليها انا كل شيء وتخلعات، حيت عمرني ما قلت ليها شنو واقع ليا، واخا كنا كنهضروا يوميا. وصراحه ندمت بزاف منين ما قلتش ليها، هي بنت الوقت وعارفه شنو كاين. تما نزلوني لدار عكوزتي حيت فيها كنرتاح. عيطات ماما على الزوج ديالي باش يجي،
وبزز باش قنعاتو. مشى بابا وشيخي جابوا واحد الفقيه، من موراها بواحد الساعه ديال المكانه هكاك دخل الزوج ديالي. ايوا هو يجمعنا في واحد البيت هذاك الراقي وبدا كيقرا علينا. انا دغيا طحت وبديت كنغوت وكنتكلم بصوت مرا شارفه وكتقول ها العار غير فكوني فكوني. هادشي اللي عاودوا لي انا من بعد. ما كنتش عارفه انا ولا عاقله على راسي باش نعرف شنو كاين. وقالوا لي باللي بقيت ما كنحش بالجسم ديالي وبقيت كنتقلب وكنتف راسي بزاف. اما الزوج ديالي بقى غير كيبكي وكيقول لهم راه حتى انا ما كنحش بالجسم ديالي. بقى الراقي كي يستنطق هذاك الشيء اللي فيا. وقالت لي بلي انا غير مسخره وجيت في الحنه وبقات كتعاودها وتعاودها وتقول وفكوني وراني معذبه. مهم من بعد ما كملت الجلسه الاولى مع الراقي اللي كنت فيها انا والزوج ديالي، اللي دوزنا فيها تقريبا اكثر من 4 ديال السوايع، وانا كان يسحب ليا غير شي 5 دقائق. مهم كلهم فهموا البلان ديال الحنه، والنقاشه هي اللي عطاتني الماء والبخور. صراحه ما عرفوا ما يديروا، واش يدعيوها ولا يمشيو يتهجموا عليها. وتصدق هي اللي داعياهم، مع العلم هادشي ما عندوش حتى شي دليل ملموس باش يتهموها. عكس هما الا ضربوها راه تقدر تدخلهم للحبس. شفنا حتى عينا ووكلنا امرنا لله. وصراحه انا داري ما بقيتش قادره نعيش فيها وتبادلت مع عكوستي. انا هبطت للوسط وهي طلعت للفوق. واخا بقاو الاحلام مره كيجيو، حاولت نكمل حياتي وعلاقتي مع الزوج ديالي ما غاديش نقول رجعت كما كانت 100%. مهم استمرت الحياه حتى لواحد النهار غادي يدخل شيخي للطواليت وهي تخنق ليه. عيا معاها بجميع الطرق والو، وهو يعيط على واحد المعلم بقى مضارب معاها والو. قال له ضروري خاصني نحفر نشوف القرقره مالها وشنو هو السبب حتى تخنقات. هو السيد حفر الكرسي ديال الطواليت وكيلقى العجب. تصوروا لقى طرف ديال القرن ديال الحولي ولا المهم بحال هكا اما العتروس او الحولي، المهم واحد القرن شقفه منه مخشيه فيه الصوره ديالي والصوره ديال الزوج ديالي مخشيين فيه، ومخشيين فيهم واحد الفناتي مسخين بالحنه وملويين بشي زغب ديال الشعر. عيط علينا وشفنا داكشي. انا وعكوستي بقينا غير كنبكيو وهما كيدعيو على اللي كان السبب. انا ما عرفتش امتى خدات الصور ديالنا وكيفاش دارت ليهم. انا ما صبرتش وقلت كلشي للعمه ديال الزوج ديالي حيت هي اللي كانت وراتها لينا. قلنا صافي راه قلناها ليها وعاودنا لها كلشي. ما نويناهاش فيها انها غادي تمشي عندها للدار وغادي تشنق عليها، حيت هي جارتهم وراكم كتعرفوا الاحياء الشعبيه يعني شي كيكون من الداخل مع شي. هي شنقات عليها ونقاشة بالخوف، اعترفت بكل شيء وقالت ليها حستها علاش هي تعيش ديك العيشه وماشي انا، علاش انا اللي ما نكونش براسها وراجلها انا بغيتو وكن ما تدخلتوش غنبقى تابعاهم حتى ناخدو. ايوا عطاتها سلخه ديال العصا. كل ما الجيران اللي تدخلوا فكوها من بعد كانت غتكون كارثه. ومن بعد مده حياتي غادي تولي كتستقر وغادي نبداو نحاولوا نرجعوا كما كنا. واخا الكوابيس والاحلام عمرهم ما فرقونا، ولكن الحمد لله على كل حال. والعبره اللي بغيتكم تاخذوا من قصتي، عمركم تثيقوا حتى بشي حد كيف ما بغى يكون يقدر يحسدك غير على ديك الضحكه ديالك، بابسط حاجه يحسدك عليها وانت ما سايق الدنيا اخبار. ردوا البال وما تثيقوش في منواله. احبابي هنا تسالت القصه ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا العبره ودمتم في امان الله وحفظه وخليتكم على خير.